السلام عليكم، رجعنا لكم لنكمل برنامجنا، برنامج فلاشات مبدعة مع الفقرة الثانية مع إنجاز الأسبوع. حكيت لكم كيف قررت إني أتبرع بدمي ليختلط دمي بدم إخواني السوريين ولاد بلدي، مين ما كان معارض أم مؤيد ما بيهمني. تمت العملية بسلام وتبرعنا بالدم ولله الحمد. وبيوم الأربعاء فتحنا الفيسبوك وشفت عدة صفحات ومنها صفحة دكتور عمرو خالد. أتوقع أنه هي صفحته، حسابه الأساسي، حسابه الرسمي. أو قلت ليش ما أرسل طلب صداقة، عسى ولعل يقبله. حاولت من زمان بس ما ضبطت. قلت أرسلته ومر اليوم ويجي يوم الخميس، دخلت على الفيس وشفت الإشعارات ومنها المفاجأة. المفاجأة تم قبول الطلب من قبل دكتور عمرو خالد. الأول بكيت والتاني بكيت. ليه؟ ما بعرف السبب. لحظتها بسرعة كتبت له رسالة، شكرته على قبول طلب الصداقة وقلت له يا رب تكون انت دكتور عمرو خالد، لأن عم تابعه من 2001. يا رب تكون دكتور عمرو خالد، لأنت أحد الأشخاص بسعى بحياتي، وبدعي ربنا إنك شو تكون هو، تكون دكتور عمرو خالد. وإذا فعلا أنت يا ريت تشرفنا بصفحتنا، صفحة فلاشات مبدعة. تعرفوا شو صار؟ تتوالى المفاجآت. رد علي دكتور عمرو خالد. تصوروا رد علي. صرت أبكي أكتر وأكتر، لك أنا متعودة أقابل ناس مهمين مشهورين أبرع عندي عادي، بس مع دكتور عمرو خالد الوضع مختلف. ليش؟ واسمح لنا نقول دكتور يا عمرو خالد، لأنه عمرو خالد قدوة بحياتي. هي شغلة تانية، هو 3 أشخاص قلت لكم عم بدعي ربنا إنه يجمعني بيهم بالدنيا قبل الآخرة. حاولت مرات كتيرة وبصدق إني أوصل له عن طريق الموقع المنتدى. فجأة من غير ما أدري بيكلمني. يا للفرحة، بس يا فرحة ما اكتملت. النت كان سيء 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 جدا، ما اهتميت. متعودة تحديات كتير بقابلها. صرت أكتب الرسالة، رسالة كبيرة. وتأكدت إنه هو عمرو خالد، بس ما جاوبني. فقلت له أشكر الله أشكر الله إنه حقق لي دعوتي. إذا كنت عمرو خالد، إذا ما كنت فيني إنه ربنا عيشني هاي الحالة. عن جد اللي عشته بتلك اللحظة بصراحة تخطى الخيال. فالحمد لله، الحمد لله حتى حروفي ضاعت مني. عشت لحظة شكر من قبل مين؟ من قبل الله على تبرع بالدم. بصراحة إذا أعطى الكريم أدهش. فالحمد لله، الحمد لله هي المرة الحمد لله هي المرة نطق قلبي قبل لساني. عشت لحظات انتعاش نفسي، ارتياح فكري. هي رسالة دعم من ربنا، هيك وصفتني. هي رسالة من رسائل ربنا إلي. يمكن عمرو خالد شخص فضله كبير كبير بحياتي بعد ربنا. أولا السيد محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيا وحب أقول له كلمة من خلال برنامجنا، كلمة لدكتور عمرو خالد. أنا بشكرك كتير، بشكرك قوي إنك أعطيتني من وقتك الثمين، وبطلب منك تعليق على هي الحلقة. لو أنت فعلا عمرو خالد، دكتور عمرو خالد، لتكتمل فرحتي أكتر. أم انتظر تعليقك يا دكتور عمرو خالد على هي الحلقة بالذات. وجزاكم الله عنا كل خير، ومثل ما أنت بتحب إنه ندعي لك، الله يرزقك الإخلاص يا رب والتوفيق. ومن هي الروحانية العالية ومن هذا الموقف بنروح مباشرة للفقرة الأخيرة مع تحية المساء. تحية المساء هي فقرة بنتعرف على مبدأ، عادة، حكمة
اعتمدت عليها وأنا عم نفذ الهدف الإنجاز الأسبوعي. تحيات المساء، شو هو المبدأ اللي استندت عليه وأنا عم بتبرع بالدم؟ مبدئي الأول افتكرت كلام دكتور عمرو خالد هو عم يعلن إنه بده يتبرع بالدم بأيام ثورة مصر. افتكرت قدوتي. المبدأ الثاني افتكرت الخليفة عمر بن عبد العزيز. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يقول: لا أخطو خطوة إلا ويسبقها النية، يعني يقول شو هي النية. المبدأ الثاني هو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى. المبدأ الثاني: خذ نية قبل العمل وربنا بيشكرك، زي أغنية تامر، إنه انت بس وربنا يقدر لك الحاجة. إذن تحية المساء مع مبدأ خذ نية قبل العمل وانتظر الهدية. تحية المساء مع مبدأ خذ نية قبل العمل وانتظر الهدية. الحمد لله تبرعت الدم وما انتظرت شي، بس ربنا اسمه الشكور. الحمد لله تكلمت مع دكتور عمرو خالد، وأرجو منه مرة تانية يا دكتور عمرو خالد تكمل فرحتي، وإنك تعملنا تعليق بسيط على صفحتنا، صفحة فلاشات مبدعة، على صفحة فلاشات مبدعة بالفيسبوك. وصلنا لختام حلقتنا. بحب أذكركم إنه فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا، صفحة فلاشات مبدعة بالفيسبوك، على الرابط facebook.com/فلاشات مبدعة. Life is good. بنتناقش بالحلقة، بنتعرف على آرائكم، مقترحاتكم، حتى ممكن تشاركونا إنجازكم الأسبوعي. كل هاد بتلاقوه على صفحة البرنامج. وأكيد ما تنسوا انتوا الآن عم تسمعوني عبر راديو ستارت، اللي فيكم توصلوا له عبر النت على موقع www.radiostar.com. والنت الانترنت عنده سيء زي حالاتي، فرعنا الحلقات وعملناها نصوص حلقات مكتوبة على منتدى دكتور عمرو خالد بساحة التنمية البشرية. أرجو من الله أن يعيني يوفقني بالبرنامج، يرزقني الإخلاص يا رب، وتكون عجبتكم الحلقة، حلقة سوبر إنجاز مع فلاشات مبدعة، والحياة عيشها صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.